ما هو تعريف النيابة العامة؟ وما هي المهمة التي تقوم بها النيابة العامة تجاه المجتمع؟ ومتى تنتهي هذه المهمة؟ أهلا بكم في القانون وما فيه مع محمد منصور. النيابة العامة هي هيئة قضائية تكون مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات أو المحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمة النيابة العامة بالنسبة للدعوى العامة بصدور حكم بات من المحاكم فيها سواء بالإدانة أو البراءة. وتتولى النيابة العامة مهمتها تلك باعتبارها نائبة عن المجتمع أو الوطن في مطالبة القضاء بتوقيع الجزاء على المتهم. وتعتبر النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم حتى لو تنازل عنها المجني عليه. وبعد أن يتم القبض على المتهم بإحدى طرق القبض المنصوص عليها في القانون، سواء حضر المتهم بنفسه إلى قسم الشرطة، أو سواء تم القبض عليه متلبس بجريمته، أو سواء تم القبض عليه بإذن من النيابة العامة خلال 24 ساعة، أو سواء تم القبض عليه بأمر ضبط وإحضار من النيابة العامة خلال 6 أشهر من تاريخ صدور الأمر بالضبط والإحضار. بعد هذا كله تقوم الشرطة بعمل محضر إجراءات بما تم من ظروف من قبض على المتهم وإجراءات، وبعد ذلك يتم عرض المتهم على النيابة العامة ليأتي دور النيابة العامة في التحقيق مع المتهم، وللمتهم أن يقدم أدلة النفي إلى النيابة العامة ليبرئ نفسه، وللنيابة العامة أن تتحقق من هذا الدليل وأن تجمع أدلة أخرى لتتأكد من إدانة المتهم. ثم بعد ذلك إذا توافر الدليل وثبتت الإدانة أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة، وإذا لم تتوافر الأدلة ولم تثبت الإدانة حفظت النيابة العامة الأوراق وأخلت سبيل المتهم. إذن في النهاية فإن النيابة العامة هي سلطة تحقيق مع المتهم، والنيابة العامة هي سلطة جمع أدلة سواء أدلة إثبات أو أدلة نفي، والنيابة العامة أيضا هي سلطة اتهام إذا ثبتت الإدانة. وأخيرا لسه القانون ياما فيه حكايات، مش عايزك تقلق وأكيد هتعرف القانون وما فيه.